لو حابب تعمل متابعة المهام او قائمة بمتابعة المهام باستخدام البروجرس بار، زي كده مثلا لو جيت دوست على تشيك كده يظهر لك شريط التقدم بتاعك. ازاي نقدر نعملها؟ تعالوا مع بعض نشوف بنعملها ازاي. لو عندك الشيت ده كده، لو جيت بتعمل تشيك يظهر لك هنا تم، واحنا كنا شرحنا الفيديو دوت في الفيديو اللي فات. لو تخش على اليوتيوب على القناة وهيبقى موجود. ازاي هنقدر نعملها؟ الاول هنا هنستخدم معادلة كاونت اف. انا عايز اجيب نسبة معينة عشان استخدم البروجرس بار بتاعي. النسبة دي عبارة عن ما تم عدد الخانات اللي فيها ما تم إنجازه على عدد أو يعني قائمة المهام بتاعتي كلها. فأنا هقول يساوي، هستخدم هنا count if، وأقول الخلية العمود ده كده اديني اللي هو احسب لي مكتوب فيه تم، واقفل القوس بتاعي وهعمل على، هستخدم count ايه، count ايه على عدد المهام كلها واعمل انتر. هيطلع لي النسبة دي. طبعا هنعملها نسبة، هي هتطلع لك علامة عشرية او حاجة، فانت تعملها برسنتج كده. تمام. وهاجي هنا اعلم على الخلية كده واروح على conditional formatting، وهدخل على new rule، ومن الاختيار الاول دوت هاجي هنا كده فورمات ستايل، اختار ان انا هعمل داتا بار، وفي المينيمم والميكسيمم هختار نمبر، والميكسيمم هختار نمبر. هختار هنا من الصفر، واختار هنا رقم واحد اللي هو يعتبر 100%. طب بالنسبة للون بتاعي انا هختار مثلا سولد فيل، لو الرقم اخليه لون يملى الخلية كلها، او جريدينت فيل بيظهر لي باللون ويبدأ يخفف اللون لحتى لما يصبح للون الابيض كده. فاختار مثلا اللون ده كده وهقول اوكي. بالظبط كده. لو جيت هنا عملت تشيك كده بالشكل ده هيظهر لي بالشكل ده كده، يصبح الشكل التقرير شكله حلو. بس كده خلاص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنساش تعمل فولو. السلام عليكم.